خلونا نروح دلوقتي لمحافظة الوادي الجديد اللي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية، وده العام 2023. اللي بيحصل في محافظة الوادي الجديد وليه تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية السنة دي، ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تحقق العدالة الثقافية في ربوع مصر، وإحنا عارفين أن محافظة الوادي الجديد تشكل حوالي 44.9 من مساحة مصر، فكان لزاما أن تحقق عدالة ثقافية، بمعنى أدق أن يكون هناك العديد من كافة الأنشطة الثقافية والفنية في كل بقعة من بقاع محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها الإدارية الخمس، وفي كل قرية وفي كل تابع يكون هناك فعالية ثقافية مؤثرة على الانتماء للوطن والولاء للوطن وحب الوطن من خلال عمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لمحافظة الوادي الجديد. إعلان الدولة المصرية الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية إعلان مهم جدا جدا جدا، يتناسب مع الرؤية الصادقة للجمهورية الجديدة والتغيير اللي بيحصل. زمان كنا معتادين على أنه اسكندرية عاصمة الثقافة المصرية، القاهرة بطبيعة الحال، شرم الشيخ عاصمة سياحية وعاصمة ثقافية مهمة، لكن التوجه الجديد لأهلنا في الوادي الجديد بيعبر عن اتجاه عيون الدولة المصرية الصادقة نحو المحافظات الحدودية المهمة اللي بتحمل ثقافات عديدة جدا جدا مهمة وموجودة بالتالي في الوادي الجديد. يجب علينا ان احنا نتضافر وان احنا كلنا نعرف ان احنا فعلا في حاله ان احنا عاصمه ثقافيه. خلاص نهاب مواهبنا، امورنا بقى طبعا نهيئ نستقبل هذا الخبر بكل امكانياته. نتضافر مع بعضينا ان احنا نظهر ان فعلا الوادي الجديد كانت المفروض يعني ايه تاخد هذا الشكل، واخذته فعلا. هم بيعتبروا ان احنا دوله يعني ايه بتوصل فعلا وصلت للمنطقه الحدوديه. خلاص ما فيش حاجه اسمها حدود، كلنا خلاص المتن والهامش كل واحد ان احنا كل احتياجاتنا وصلت لنا. اختيار من اروع الاختيارات اللي اتعملت بجد، ان ده بيسلط الضوء على الثقافه والحضاره والتاريخ، والوادي الجديد كان محروم فعلا من الفتره ديت من الموضوع ده. فلما نيجي النهارده حضرتك الدوله المصريه تتوجه باختياراتها الجميله ديت للوادي الجديد عشان تظهر، ومعظم المحافظات كلها لان تظهر الشكل الجمالي والحضاري والثقافي والتاريخي كده، حاجه جميله جدا. وطبعا الحاجه دي بتتعكس علينا في السياحه، لان طبعا المنظومه السياحيه بتتاثر بالموضوع ده جدا، لان احنا عندنا طبعا في نمو، هيبقى حضرتك في زياده عدديه هنا للوفود اللي بتيجي حضرتك هنا وبتظهر السياحه مع الثقافه. ده طبعا وجه جميل جدا ومشرفه للدوله المصريه، اللي طبعا الدوله المصريه بندعم الموضوع ده كتير قوي، وده احنا عاوزين من مزيد بجد. احنا بنأمل هنا في الوادي الجديد من مزيد من الموضوع ده، لان احنا عندنا حضرتك بالنسبه للسياحه العلاجيه عاوزين هنا برضو السياحه التأمليه، السياحه الترفيهيه، كل الوسائل السياحيه اللي هنا عاوزين نسلط عليها الضوء زي كده. بس ان شاء الله باذن الله يعني احنا شايفين قيمه العطاء اللي مبذول من الدولة المصرية على اللي هي تحقق إنجازات جميلة جدا في الوادي الجديد.